السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم بسيطلات صغار وبريوات جوج الاشكال بحشوه وحده. بالحشوه ديال البسطيلات حلوين، كيجيو رائعين وكيجيو في المنظر شكل مزيون بزاف وسهل في التشكيل. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غادي نحضرهم وغادي نجمدهم، غادي نعملهم في مجمد. عندي هنايا كيلو ديال البصله، بصله وقطعتها على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف طراف ديال الدجاج. عندي هنايا جوج دجاجات، كل وحده فيها 2 كيلو. غادي نعملهم هيدا بالموس باش التوابل غادي تدخل فيهم ودغيا كيطيبوا من داخل. صافي هنا كان عندي بوطه طافيه، يعني غادي حتى غادي نعمل لهم الترقيده ديالهم، عاد غادي نشعل لهم البوطه. صافي هنا كنعمل واحد شويش ديال المعكنوس، هيداك ربيطه صغيره، ملعقه كبيره ديال السكينجبير، ملعقه كبيره ديال الخرقوم، ملعقه كبيره ديال التوابل ديال البسطيلات ديال الدجاج، وعندي شويش ديال اكليل جبل، شويش د الملحه والزيت. عندي واحد نصف كاس ديال الزيت مخلطه مع زيت الزيتون والزيت نباتيه. وعندي هنا ضمه الزعفران او الزعفران الشعري اللي متوفر. صافي هنايا بعد ما تشحر كنضيف واحد ربطه ديال المعكنوس، قطعتها على هذا الشكل هذا. صافي كنخلي الدجاج ديالنا حتى يتشحر مزيان، وكنضيف له واحد الكاس ديال الماء، غير كاس صغير ماشي بزاف حيتاش البصله غادي تطلق الماء ديالها. صافي بعد ما حيدت الدجاج وديك بصله، كنعملها واحد 8 ديال البيضات، خلطتهم وضفتهم واحد ملعقه القرفه، ملعقه ديال السكر. انا عملت هنا سكر كلاصي، كتعملوا وخاص ملعقه ديال السكر سنيده، يعني فحال فحال. صافي كنبقى نخلط مزيان حتى كتشرب ديك المريقه ديالها، يعني حتى ما كتبقاش المرقه مره كتنشف. صافي هنايا كندوز نقلي اللوز. عندي هنايا نصف كيلو ديال اللوز، غادي نطحنو، غير غادي نهرمشو، ماشي غادي نطحنو بزاف، ماشي غادي نهرمشو. صافي هنايا بعد ما تقطر لي الدجاج كنزولو العطام ديالو. هنا البصله ساليته، يعني تشربت لي مره بصيله، غادي نقسمها على جوج شويش، غادي نخلطها مع الدجاج باش يجي لي الدجاج مندم، ما يجيليش ناشف. صافي كنخلط غير واحد شويش وصافي كنخلط مزيان ديك الدجاج. واحد شويش ديال الضغميره ديال البصله غادي نخليها غادي بوحديتها. صافي الطريقه سهله والطريقه مبسطه، وكيجيو لذاذ هاد بريوات وبسطيلات صغار. تقدروا تعملوهم حتى بسطيله كبيره. صافي هنايا في ديك اللوز كنضيف سكر كلاصي وقرفه ومسكه الحره دقيتها مع سكر كلاصي. صافي هنا واحد ملعقه ديال الزبده. صافي وكنبقى نخلط مزيان ديك اللوز مع ديك القرفه والزبده والسكر. صافي هنا كنشكل بسطيلات صغارين على هذا الشكل هذا. كنبقى نكمش الورقه في الوسط. صافي عملت هنا الورقه ما قطعتهاش مره باش غادي نشكل بها الوريده. صافي كنعمل الطبقه ديال الدجاج، الطبقه ديال البصله والبيض والطبقه ديال اللوز. صافي وكنبقى نجمع هيدا بالاطراف بشويش بشويش، هيدا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنبقى نلوي مزيان ديك البسيطله، كنشكل الوريده، كتجي فحال الوريده يعني الورقه ما كتضيعوهاش مره، وما كتلصقوها حتى بشي حاجه، يعني كتبقاو تشكلوها الوريده هيدا وكتنزلوها في اللاطه. واذا بغيتو طيبوهم في الفرن. انا غادي نخليهم في المجمد، غادي نخليهم نجمدهم حتى نبغي نتناولهم، وغادي نبقى نجبد بشويش وغادي نطيب، يعني بلا ما تلصقوهم لا بالدقيق ولا بالبيض ولا حتى بشي حاجه.
يعني غير كتشكلو كتعملوهم في اللاطه اولا كتخليهم حتى كتعملوهم في المجمد. صافي كنبقى نستمر الطبقه ديال الدجاج والطبقه ديال البصله والبيض والطبقه ديال اللوز. صافي كنبقى نجمع هيدا باش تشكل لي الوريده. طريقه سهله ويعني كتجمعوها وفي نفس الوقت كتشكلوا واحد الوريده كتجي رائعه في التقديم وكتجي مزيونه بزاف بسطيلات صغار بهاد الوريده كيعطي واحد المنظر جميل بزاف. صافي انا غادي نضغط عليهم واحد شويش هيدا باش كيعطيو لي ديك الفورمه ديالهم ديال الوريده. صافي غادي نستمر هيدا ديك بسطيلات كاملين هيدا بنفس الطريقه، والطريقه سهله، هاد الطريقه سهله بزاف وعجبتني انا بهاد الوريده هذه. جات واحد يعني متغيره بستيلات العاديين. صافي كنبقى نجمع هيدا بالاطراف الاصابع ديالي بشويش بشويش وكنبقى نلوي انا واحد اليد كيشكل ديك هذيك الوريده، واحد اليد باش كنجمع ديك الاطراف ديال الورقه. صافي وكنبقى نطلقها مزيان هيدا باش ما كتفتح ليشي وما كتفتحش، يعني ما تخافوش تفتح. هنا جات لي ورقه كبيره على اخرين قطعت غير واحد الطريف، ما قطعتهاش كامله، يعني غير واحد الاطراف اللي كيكونوا غلاطين، يعني ديك الطرف اللي كيكون غليظ ودا حسيتو بشي طرف غليظ كتقطعوه. صافي انا غادي نستمر هيدا حتى نسالي. غادي نعملو النص بسيطلات صغار والنص غادي نعملو نشكلو مبريوات. صافي هنايا غادي نقطع البريوات، قطعتهم على شرائح هيدا عملتهم كبارين شويش، ماشي كبارين ماشي صغارين، متوسطين. الشكل كيبقى اختياري، انا بغيتهم غير متوسطين وصافي، ماشي كبارين بزاف وما يكونوش صغارين بزاف. صافي كنبقى نعمر في الجوانب ودا يعني في الحواشي ديال البريوه خصني يكونوا عامرين، يعني ما غاديش نتناولوا غير الورقه وصافي. كنبقى نطوي هيدا مثلث، واذا جبرت شي طرف هيدا كنبقى اما نعوضو ديك الحشوه، كنبقى نضغط عليها باش كتمشي في يعني في الجوانب، اولا كنزيد لها واذا جبرت شي مطاع خاوي كنزيد لها الحشوه. صافي كنبقى نتني هيدا كيجي على الشكل هذا، وكيبقى ديك الاطراف ما كنقطعهمش، كنبقى نعملهم بالدقيق والماء. صافي وكنبقى نتنيهم حتى كنسالي. الشكل النهائي كيجي على هذا الشكل هذا، جاو مزيونين بزاف في المنظر وفي هذه الكميه اللي خرجتني. انا غادي نحتفظ بهم في المجمد، ما بغيتش يعني نطيبهم دابا، قلت نخليهم في المجمد. صافي هنا كان غادي نقسمهم في بلاستيك ديال المجمد خاص بالمجمد. صافي كنعمل كل 6 في بلاستيكه، يعني غادي نعمل 6 اخرين. صافي كنبقى نستمر هيدا حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. صافي ونحتفظ بهم في المجمد حتى كنجي نتناولهم. غادي نجبد يعني عدد اللي غادي نطيب وصافي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. الى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم والعواشر مبروكه.